شكرا جزيلا على هذا السؤال اللي طرحته لي. بالنسبه للموضوع ديال اليوم اللي طرحناه هو في اطار يندرج في اطار الدوره التكوينيه، بحيث انه انا كاستاذ كقيدوم الاساتذه بكليه الشريعه أقارب 40 سنة ديال التدريس، لمست بأن طلبتي في الدكتوراه ولا في الماستر يفتقدون هذا الحس المنهجي. لمسنا بأنه ينبغي أن نركز كأساتذة جامعيين مؤطرين، ينبغي أن نركز على الشأن المنهجي، وعلم المناهج شيء والعلوم القانونية شيء آخر، لكن ينبغي أن نؤطر طلبتنا حيث أن لديهم علم قانون غير مؤصل منهجيا. ومن بين الصعوبات التي يجدها طلبتنا على مستوى البحوث العلمية سواء على مستوى الماستر ولا على مستوى الدكتوراه أنهم من حيث الكيف، لأن العصر اليوم هو عصر الكيف وليس عصر الكم. المعلومات موجودة على أقصى مستوى، يمكن أن تجد المعلومة ومتوفرة بشكل كبير جدا، لكن يبقى السؤال هو كيف يمكن أن أدبر هذا الكم المعلوماتي. نعم، استضاف مختبر العلوم الشرعية والقانونية وقضاء العصر في هذه الأمسية المباركة وفي هذا الشهر المبارك الأستاذ دكتور أبو شعيب عبي في إطار دورة تكوينية لطلبة الدكاترة ومحاضرة علمية تم فيها تناول قضايا تكتسي راهنية كبرى، وهي أن الطالب الباحث في سلك الدكتوراه إذا أراد لبحثه أن يكون متصفا وآخذا طابع الجدة والإضافة العلمية ينبغي أن يكون مواكبا لراهنية الواقع، أن يستجيب للواقع، أن ينفتح للواقع ويقدم البحث الأجوبة عن الإشكالات الكبرى التي يعاني منها الواقع من الناحية العلمية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. هذا فنحن على عاتقنا كأساتذة جامعيين مؤطرين لطلبة الماستر أو طلبة الدكتوراه، على عاتقنا الأخذ بيد طلبتنا من أجل تنوير طريق كيفية إنجاز هذه البحوث، وهذه الكيفية هي التي يمكن أن يترافعوا بها، أن يقنعوا أساتذتنا بهذه المواضيع التي يناقشونها. ونحن نعلم جيدا أن الطلبة بعد تخرجهم سيلجون مراكز عليا، ولهذا فهذه الكيفية تبقى على عاتقنا نحن كأساتذة جامعيين. لهذا مختبرنا العلوم الشرعية والقانونية فكر جيدا حينما نظم هذه المحاضرة. وطبعا هذه المحاضرة وهي تعالج في ساعات ونصف موضوع المناهج، يبقى الموضوع غير كاف، ينبغي أن تخصص محاضرات أخرى في مجال المنهجية. وأنا شخصيا سبق أن درست طلبة الماستر وأصدرت كتابا في علم المناهج في العلوم القانونية، ولهذا كان لابد من أن نضع فقط اليد على هذه المواضيع التي عالجناها اليوم، لكن يبقى أمامنا أن نبذل قصارى الجهود من أجل تنوير الطلبة في قضايا أخرى تتعلق بمسألة المناهج.